بعد الدفن والعزا رجع أحمد البيت تعبان، لكنه أول ما فتح الباب لقى البيت ساكت بشكل غريب. وفجأة سمع صوت كحة جاية من الصالة، نفس الكحة اللي كان حافظها من حماته اللي لسه دافنها. قلبه وقع، بس حاول يقنع نفسه. يمكن يكون وهم، يمكن أكون مرهق. لكن وهو داخل الصالة لمح ظل قاعد على الكرسي اللي حماته كانت بتحبه. قرب خطوة خطوة، النور كان خافت والظل لسه موجود. نادى باسمها بصوت متردد: يا طنط رؤية. لكن محدش رد عليه. وفجأة سمع خطوات وراه، لف بسرعة لكن مفيش أي حد. رجع يبص على الكرسي، لقاها قاعدة فعلا بنفس هدومها اللي كانت لابساها قبل موتها. وشها شاحب وعينها سودة بتبصله من غير ولا كلمة. أحمد وقع من الخضة، لكن إيده مسكت الموبايل بسرعة وبدأ يصور. لكنه لما بص في الصورة لقى الكرسي فاضي. قعد يراجع نفسه، يمكن صدمة، يمكن أنا تعبان، أو انعكاس النور. لكن لما رفع عينه تاني لقى الكرسي بيتهز، كأن حد لسه قايم من عليه.